من أمريكا. الأمريكان اللي ديجا اعترضوا على رمضان العمامرة باش يكون مبعوث أممي في ليبيا كما شرحت في التسجيل السابق. الخطرة هذه كانوا ديجا من قبل على لسان دونالد ترامب، واللي العهدة تاعو منتهية، واللي يقر فيها بمغربية الصحراء الغربية. المرة هذه يعني تكليحة تاع الصح خذاتها الدبلوماسية الجزائرية والجزائر. يعني واش الدبلوماسية؟ هي النظام الجزائري، ماشي الجزائر، وإنما النظام الجزائري، العصابة الحاكمة خذاو واحد التكليحة يعني عمرها الجزائر ما تبهدت بهذا كيما هذه الخطرة. لما جاء كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، نائب كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بالشرق الأوسط، جا الوصول تاعو جا هو مع كاتبة الدولة للقوات الجوية ومعها وفد عسكري هام. لما وصلوا ضربوا عليهم النح، داروا كلمة كان والو، ما استقبلوهمش في المطار لا بقادوم ولا غيره. لاعبينها اما حاشمين بالامريكان اللي جايينهم، اما خايفين من فرنسا. قال سمعوا انتم ذكركم تحت يدينا احنا، واحد ما عنده الحق فيكم. هكذا ما فهمناش. المهم انا كنت ديجا درت تسجيل وقلت شوف راه وصل وفد امريكي هام فيه نائب كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بشؤون الشرق الأوسط، وفيه كاتبة الدولة للقوات الجوية ومع هكذا، وحطنا تصاور اللي تنشروا في قناة يوتيوب تاع السفارة الأمريكية في الجزائر. والإعلام الجزائري ما تكلمش عليهم خلاص، يعني شغل الكلمة صرا والو، قاعدين يهلوا للوفد الموريتاني اللي كان يقود قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية. للجيوش، شوف موريتانيا شحال عندها من جيش، شوف يعني تفاهة تاع العصابة وين واصلة. جايك قوة عظمى قاعد تلعبها عليهم وكذا، درك تشوف هذا الصرف. سي الكاتب نائب كاتب الدولة للشؤون الخارجية يخرج من اللقاء اللي داروا معاه بوقادوم، يقول لهم موضوع الصحة الغربية أمريكا ماهيش ناوية دير قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية الأولى. الثانية الحل هو أن يكون حوار ما بين البوليزاريو والمغرب. الثالثة حنا نشوفوا الحل يدخل يكمن في إطار الحكم الذاتي، يعني حوار ما بين المغاربة والبوليزاريو. الجزائريين فرحوا كي نقول جزائريين يعني نقول النظام العصابة الحاكمة. الشعب الجزائري ما عنده حتى علاقة بالمشكلة هذه تاع الصحراء الغربية. الشعب الجزائري ما قررش هو مصيره، بصح بيخمم على تقرير مصير الشعب الصحراوي. بون فرحوا، قال لك شوف وهوليك. وقال على كل حال بالنسبة للموضوع تاع مغربية الصحراء ما نقدرش نتكلم فيه، لأنه كان إدارة جديدة، رئيس جديد كتاب لنا هذا. لم فرحوا، قال لك راك تشوف سجلنا نقطة وكذا ومنا ومن هيه. السيد وين راح؟ من الجزائر راح المغرب. في المغرب وين راح للدخلة، مدينة صحراوية، ثاني مدينة في الصحراء الغربية بعد العيون تجي مدينة الدخلة. يروح لهيه لماش باش يتفقد المحل اللي راح يكون قنصلية أمريكا في الدخلة. هذه صفعة كبيرة للعصابة، صفعة يعني يولي هنا اعتراف ماشي ضمني وهكذا، مادي مجسد فوق الأرض.
اعتراض. هذا جاء نتيجة العمل الدبلوماسي اللي قام به الدبلوماسية المغربية في افريقيا منذ سنوات، والمغرب يستثمر، يفتح في طرق، يكسب في ود دول افريقيه. طبعا الجزائر كانت حاكمها واحد مشلول 8 سنين، هو مشلول ما يحوس لا على ود الدول الافريقيه ولا قال تعاون مع الدول الافريقيه، مخليينها طالقينها تماما. يجي موراه واحد اخر اللي حطوه العسكر ماشي باش يخدم الجزائر على الساحه الدوليه وفي الداخل، وانما باش هما يحميوا مصالحهم من خلال الكراكوز اللي جايبينه، الدميه هدايا الماريونات اللي جايبينه اللي اسمه عبد المجيد تبون، واللي مرض لهم من عامه الاول. شفتوا كيفاش؟ ويزيد من بعد يجي يقول لك يحوسوا كلمه زوج تقرير الماسور وقضيه مبدا لعنه الله عليكم يا خبثاء. المبدا تعرفون انتم المبدا؟ الشعب الجزائري ما تخلوهش يقرر الماسور ويختار الرئيس ديالو، ما تخلوش يختار نواب في البرلمان، ما تخلوش يختار حتى المير اللي يحكم على مستوى البلد، ما تخلوش يختاروا بكل حريه. جاي على 70,000 نسمه ولا 50,000 لما شحال داير ليها الامان، وحارم الاف الجزائريين باش يدخلوا للمغرب عن طريق الحدود البريه بحاجه واش؟ حق تقرير المصير الشعب الصحراوي. برك ما تخرفوا، برك الشعب الجزائري مرقلكم، الشعب الجزائري ماهوش يقول لك الاخر. ومن بعد يحبوا مره زاد يدخلوا فلسطين. فلسطين ولات فونت كوميرس باش يجوزوا بها قضيه الصحراء. فلسطين فونت كوميرس. قارنوا شحال مديتوا سلاح لفلسطين وشحال مديتوا للبوليساريو، شحال مديتوا دراهم لفلسطين وشحال مديتوا دراهم للبوليساريو. واش ربحتوا 40 سنه من الشعب الصحراوي اللي زعما تقولوا تقرروا المصير وتمرمدوا فيه في الصحاري؟ هذا الشعب اللي تقولوا زعما تدافعوا عليه، كيما سلطتوا رواحكم مع الشعب الجزائري كأولياء وحارمينه من تقرير المصير، سلطتوا رواحكم مع الشعب الصحراوي ورميتوه في الصحاري من ناس تولد ما عندهاش حتى حلم بناء بيت. صحراوي اللي عايش في تندوف وضعوا روحكم مكانه، ما يقدرش يحلم بيبني بيت لانه تندوف ما هيش ارضه. ودرك له 40 سنه والاراضي تاع تندوف كاين محتله درك. يا ولينا عايشين احتلال. ممنوع الجزائريين يدخلوا المناطق اللي فيها مخيمات اللاجئين الصحراويين، ممنوعه. اراضي جزائريه، الجزائري لما يمشي يحب يمشي لتندوف ممنوع عليه. كيس نتايا ارضي عاطيها للغير وتمنعني ندخلها، ومن بعد تجي تقول لي تقرير المصير والاراضي محتله في الصحراء. فهموا رواحكم ودايركم لكم بونديه. وهذا البوليزاريو راهم يجوزوا فيه رولي باسالوتر، هذيك اللعبه تاع زمان تاع باسالوتر راهم يلعبوا فيها من عهد بومدين. اللي يجي قال هاك باسالوتر. على الاقل وقت بومدين كانت الامور واضحه وكانت قادره تتحل المشاكل، كان قادر قضيه الصحراء الغربيه تتحل، كانت قادره تتحل. ولكن بعد من 88 لما الجزائر دخلت الدوامه تاع العلبه السوداء اللي دخلتها في حرب اهليه، ومن بعد جابت لها دخلت عهد الفساد، يعني المهم تهلكت البلاد تهلكت. اليوم قالت
قلت لهم كلشي فو. شاي فرق لا وليك اليوم شوفوا كيفاش الماريكان يزيدوا يعطوكم صفعه ولاعبينها زعما اللي جاو الماريكان ما حبوش ما با يستقبلوهم في المطار ولا جاو استقبلوا بعضهم هما وجا واحد كولونيل ولا كذا منا من الارمي الجيريان وكل ما كان والو وان جينيرال يستنى في الصالون دونور لاعبينها تاع متكبرين على الامريكان. وليك روح هذاك قائد الاركان العامه للجيوش الموريتانيه لا ومغدو يقول لك تنسيق بين الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي. إيك يا وعدي استنجد غارق بغارق. انت النيجر راح تجيكش ما تمدكش ما تستفاد منها ولا مالي ولا موريتانيا. موريتانيا كانت بكري عايشه بالصداقه تاع الجزائر، هذا واقع. كان مختار ولداده يفرح لما بومدين يمدوا الطوموبيلات ريفورمي تاع الجدارميه تاع لا جندرمري ناسيونال ولا تاع البوليسيه ولا تاع العسكر ولا التروليات، كي نبدلوا التروليات ولا كي نبدلوا لي فاغون تاع لي تران مدوه لموريتانيا ما عندهمش، كانوا ما عندهمش يفرحوا. كانوا مئات الموريتانيين يجوا يقراوا في الجزائر ياخذوا بورصه من الجزائر وكانوا ساكنين في حي الجامعي بوراوي مديين ان بافيون كامل ولا دو بافيون. جاي اليوم تلعبها لي فرحان كي جايك قائد القوى الاركان العامه للجيوش الموريتانيه، تقعدوا بالغش جيوش موريتانيه قالوا الجيوش الموريتانيه يعني اكثر من الامريكان ولا اللي تغيرني احنا في كيفاش يجي انتم تكلحوا على السيد لاعبين هذه هكذا من تعتيم وهذه، ومن بعد كي يخرج من اللقاء مع بوقادوم عم بالو دار خدمه كبيره يدير تصريح سير مزور للجزائر كيما يبغوه، يرحموا غدوه باف ويعطيهم بكف. كاش ما احتجوا، كاش ما داروا بلاغ، كاش ما قالوا الماريكان تقي مصير، بالعكس قالوا لهم بركاو ما تنتقدوا، قولوا الصحافه تاعكم تحبس التهجمات على المغرب هاك خلاص نورمالمون. تحتاج قد تقرير مصير الشعب الصحراوي كيفاش تاع الماريكان رايح ليه ومن الجزائر تحبط تروح للدخله مو هكذا تكون رجله راحت الرجله. الناس اللي الحباس معمره بيهم صحابهم اللي راهم في الحباس ماشي غير صحاب، كانوا شيفان عليهم، هما كانوا خدامين حزامة عنده يحيى والسلال وزعلان وجمال ولد عباس وعمار غول كانوا خدامين حزام عندهم. كانوا خدامين حزام عندهم ولاو اليوم شيفان، راه يقولنا بلي راهم هما خير منهم. خليكم بهدلتو بالجزائر وبهدلتو بلا وزيد تلعب تقول دبلوماسيه، ما تقدرش تكون عندك دبلوماسيه